السلام عليكم. أهلا وسهلا فيكم بوصفة حلا بسكويت خالة الشوفان بجوز الهند مع زبدة البندق. وهيدي الوصفة بتجمع بين الفوائد الصحية لخالة الشوفان والنكهة المميزة لجوز الهند وزبدة الفستق. وهيدا الحلا مثالي للي عم يدوروا على حلا خفيف وصحي. خلينا نشوف هلأ المكونات. عنا البندق للزينة حسب الرغبة. عندي 160 جرام من زبدة البندق المطحون، وعندي 200 جرام من بسكوت خالة الشوفان المصنوع بالبيت أو أي نوع بسكويت، وعندي 300 جرام من الشوكولات ديكنة، وأكيد إذا بنقدر نختار نوع شوكولات طيب. هلأ عنا طريقة التحضير. بدي أطحن البسكوت يلي أنا عمليته مسبقا بالبيت، وإن شاء الله بنزل طريقته. طحنتهم بهيدي الطريقة. هلأ بدي نزل عليهم زبدة البندق لحتى أخلطهم مع بعض منيح. هلأ هون بعد عملية الخلط اندمج البسكويت مع البندق مع زبدة البندق، صاروا عندي بهيدا الشكل. وهلأ بعد خلط البسكوت المطحون مع زبدة البندق بفرد الخليط بصينية مفروشة بورقة الزبدة، بعد فردها بمستوى واحد، ما تكون رفيعة من جهة ومن جهة تكون سميكة. هلأ هون صارت عندي ناعمة من فوق، سطحها صار ناعم، هيك بتكون صارت جاهزة عندي لحتى أغطيها بالشوكولا. وهلأ صار وقت دوب الشوكولا مع الحليب، مع فنجان قهوة من الحليب. وهلأ هون عندي عملية فرد الشوكولا لفوق البسكويت. بعد ما دوبت الشوكولا رح افردهم بمستوى واحد، بيكونوا سماكة واحدة. وإذا ما بحب سماكة الشوكولا تكون فيها كتير بقلل من كمية الشوكولا. هلأ بنيجي للبندق. البندق رح كسرهم شوي، ما بدي اطحنهم يكونوا ناعمين، كسرتهم تكسير، وبرشهم لفوق طبقة الشوكولا، وبدي اضغط عليهم شوي بايدي لحتى البندق يتماسك مع الشوكولا. وهلأ صار وقت اني غطيها بورقة النايلون واخدها على البراد لحتى تتماسك. وهلأ هون تركتها بالبراد مدة كافية لمدة ساعتين. رح بلش بتقطيعها، وبقطعها الى قطع صغيرة على حسب الرغبة. واستمتعوا بالطعمة والنكهة اللي كتير طيبة مع الأصدقاء ومع العيلة. ولازم ننتبه من شغلة هون، إنه ناكل منها باعتدال، وفينا نستعملها كجزء من نظامنا الغذائي الصحي. هلأ يا عزيزاتي خلصنا تقطيع الحلا. وهلأ بعد ما خلصنا عملية التقطيع بعبيهم بعلبة وبغطيهم وبتركهم بالبراد، وبيبقوا بالبراد أسبوعين وأكتر. هيدي هي سماكة طبقة البسكويت وطبقة الشوكولا. هلأ إجا وقت إني دوقهم وشوف الطعمة والنكهة اللذيذة اللي فيهم. يعني عن جد عن جد كتير كتير النكهة طيبة. يعني أنا أكلت منهم 3 عكتر ما هن طيبين. بتمنى لكم تجربة ممتعة، وألف صحة وعافية على قلوبكم من مطبخ فاطمة العالمي.